التونر العرقسوس من الحاجات الطبيعية البسيطة اللي بيساعد على شد البشرة وتوحيد لونها وتفتيحها، لأنه بيساعد على إزالة التصبغات، كمان هو مضاد للأكسدة. بس طبعا عشان نوصل لكل ده يبقى لازم الاستمرارية. فكل اللي هنحتاجه معلقة كبيرة من العرقسوس وعليها كوباية مية مغلية، هنقلبهم ونغطيها ونسيبها حوالي ساعتين لحد ما تبرد تماما، وبعدين نصفيها في قطعة قماش أو قطعة شاش نضيفة علشان نتخلص من أي شوائب، ونضيف معلقة كبيرة من جل الصبار ونقلب كويس جدا. لو مش متوفر عندك تقدري تستغني عنه، ونحطه في إزازة نضيفة ومعقمة، ونحتفظ بيه في التلاجة مدة صلاحيته أسبوع، فنعمل كمية صغيرة ولما تخلص نعمل تاني. وطبعا قبل أي حاجة هنجربه على جزء صغير من البشرة علشان نتأكد إن مفيش أي أعراض تحسس سواء احمرار أو التهاب، وإنه مناسب لبشرتنا. لو تمام يبقى هنستخدمه كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل، على بشرة نظيفة، ونرجه كويس جدا قبل الاستخدام، ونرشه على بشرتنا ونسيبه حوالي ربع ساعة، وبعدين نغسل بشرتنا بالمية ونحط المرطب بتاعنا، وبس كده.